السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا ديال هذا النهار. كلشي لاباس بخير خوتي وخواتاتي، من كبيركم حتى لصغيركم. ياك لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ لا يخطيكم عليا والله يبارك لكم صحيحتكم، ولا يخطيكم البنات. اليوم غادي نديرو طاجين، ماشي طاجين ديال الحوت، اللي هو حنا غادي نديرو في الكوكوت، واللي بغاتو ديرو في الطاجين ديرو، لكم الاختيار. اليوم غادي نديرو الحوت، بغينا نشاركوه معكم لحقاش كيجي بنين وكيجي لذيذ، وقلنا علاش لا ما نشاركوش معكم هذه الطريقه هذه ديال هذا الحوت. ونبداو على بركه الله. وقبل ما نبداو غادي نقول لكم راه ماما كتسلم عليكم بزاف، كتسلم عليكم. اول حاجه غادي نديرو توابل ديال الحوت اللي معروفه وباينه. حنا البنات حنا نوريكم بالتفاصيل بالنسبه للمبتدئات، البنيات اللي ما كيعرفوش وداك الشيء، وحنا نتعلموا من الصغير يتعلم من الكبير، والكبير يتعلم حتى هو من الصغير، ماشي مشكل. غادي نديرو هنايا قزبر ومعدنوس، كاين واحد 4 الفصوص حتى ل5 ديال الثومه، كاين الكمون، كاين السكينجبير، كاين الخرقوم، وكاينه التحميره، وكاين البزار. بالنسبه للقياس ديال العطريه بالمعلقه، معلقه صغيره من الحاجه، معلقه صغيره راكو عارفين، راه كاع عندكم القراعي ديال العطريه وكتكون فيهم واحد المعلقه، ديروا معلقه من الحاجه. بالنسبه لواحد واحد كان جاني واحد التعليق ديال واحد السيده كانت كتقول لي بقيت ورينا القياس ديال المعلقه. راه وريتها شحال من مره. حنا عندنا المعلقه راه غير صغيره، ما كبيراش بزاف، غير صغيره. صافي هادشي اللي كاين. وثاني العطريه على حساب الكميه ديال الحوت اللي عندكم، ولا فهمتوا؟ ايوا الملحه كتبقى على حساب الذوق. راه كاين عندنا الزيتون وكاين الحامض، الملحه كتبقى على حساب الذوق، راه غير شويه ديروا حتى تذوقوا، الا كانت ناقصه زيدوا ماشي مشكل. كاينه تما واحد الحامضه غناخذوا الليمون ديالها. نتوما عارفين الحوت كيبغي الحامض. ايوا البنات، هنايا داك الحوت كيبقى ليكم نتوما الاختيار. شوفوا نتوما اي حوت كيعجبكم كيعجبكم ديروه في الطاجين ولا في الكوكوت، اي حوت نتوما اللي كتفضلوا ديروه. حنا عندنا هذاك الحوت راه الشكل ديالو داير بحال الطون. انا الصراحه مشات لي السميه ديالو، راه كيتغلط لي انا بصراحه الحوت. وانتوما خذوا اي حوت عندكم، ديروا ليه هاد الطريقه وديروا ليه هاد التوابل، راه كيجي زوين. راه كاين البنات الحوت ديال اللي كيتقلاو، كاين الحوت ديال الطاجين، ولا بغيتو ديروه في الكوكوت كيف ما قلت لكم. دابا الناس كدير هذاك الحوت، كدير ليه الشرموله ديالو، وغادي تخليه يترقد واحد شويه. خاصو يشرب مزيان هذيك العطريه، سمحوا لي. خاصو يشرب مزيان هذيك العطريه ديالو باش يجي بنين ويجي رطب. اصلا هذا الحوت هذا رطب، قلت لكم داير بحال الطون، عرفتي كيجي بنين وكيجي معلق، كيجي عرفتي ما تشبعوش منه، ما تشبعوش منه بالخصوص بهذه الطريقه هذه، كتجي هائله، كتجي غزاله. وبغيت نقول واحد الولد كان جاني التعليق ديالو في الفيديو اللي قبل ديال الدجاج بلدي بالبصله. كان قال لي اختي بقاي تذكري حتى الولاد. كنبغي نقول لك اخويا مرحبا بك ومية الف مرحبا. وحتى الولاد حتى هما كاينين شي ولاد ساكنين بوحدهم في مدينه، في شي مدينه كيقراو، ولا هذا كيبغيو حتى هما يطيبوا ماكله ديال الدار وداكشي، كيبغيو يطيبوا حتى هما كيشاهدوا قنوات باش يتعلموا داكشي. راه ماشي كاينين غير البنات بوحدهم، كاينين حتى الولاد. كنقول لك اخويا مرحبا بك ومية الف مرحبا، وشكرا لك اخويا على داك التعليق الزوين ديالك. واي واحد كيخلي لي تعليق زوين والله الا راه كتفرحوني به بزاف. وحفزوني وخليوا لي التعاليق ديالكم واللي لايك ديالكم، باش تحفزوني وباش تخليوني ندير معكم وصفات ونصور. والله الا التصوير باش تقادي وباش تصوري وباش تمونطي، والله الا راه كيعذب. اللي غادي يحس بيا، اللي عنده قناه واللي كيمونطي، هو اللي غادي يحس بهذا الشيء. صافي هنا دارت خيزو، دارتو على هذيك الطريقه طويل.
صافي ودرت ليه تمايا واحد تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت ديال العنبه. الحوت البنات راه كيبغي الزيت، انا كنبقى نقول غير البنات غير البنات المهم راه كتخرج ليا وصافي. صافي دارت هنايا، دارت هذاك خيزو دارتو تمايا في داك الزيت حتى تقلى مزيان. ودارت عليه واحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه، قطعتهم بهذيك الطريقه كبارين شويه باش يزيدوا يطلقوا البنه. ودارت هذوك وريقات ديال سيدنا موسى، كيجي زوين حتى هو في الحوت. دابا بلات دارت واحد تقريبا واحد كاس ديال الماء. صافي هذاك الماء هو اللي غادي يطيب فيه الحوت، ما غاديش تزيد مازال الماء باش يجي مشرب ويجي معلك ويجي بنين. وشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. صافي هنا بعد ما ترقد هذاك الحوت، صافي دابا راه كتقادو في الكوكوط. كيف ما قلت لكم، بغيتو ديروه في الكوكوط ديروه، بغيتو ديروه في الطاجين اللي كيبقى لكم الاختيار. هو راه كيجي بنين وكيجي زوين يا في الكوكوط يا في الطاجين، لكم الاختيار. وهذا ولا بغيتو ديروه حتى في الفران حتى هو راه كيجي زوين. المهم تبعوا غير هاد الطريقه هذه اللي ديال النصيب وديال العطريه، وهذا راه غيجيكم زوين ان شاء الله. صافي هنا كاينين تما واحد 3 ديال المطيشات، ما كبار ما صغار متوسطين. صافي وكاينين تما واحد تقريبا واحد 2 دواور ولا 3 ديال الحامض. صافي هذا الشيء اللي كاين دابا. هنا البنات راه حيدنا هذيك مطيشه ودرنا بطاطا على قبل الاسراء، على قبل بنتي الصغيره باش تاكل حتى هي كتعجبها بطاطا درناها عليها. صافي درت تمايا مطيشه وزادت هذيك واحد حبه ديال البطاطا. نتوما الا كنت كتعجبكم بطاطا مع الحوت وهذا ديروها. صافي هنايا درت هذاك العطريه اللي بقات مازال، زادت واحد شويه ديال الماء. صافي ودرت الزيتون. بالنسبه للبنات الزيتون كاين اللي يقولك علاش ما درتيش الحمار، علاش هذا. البنات هذاك الاحمر كيديروا فيه واحد الماده ماشي صحيه، وحنا اختارينا هذا الزيتون هذا الخضر كيبقى حتى هو صحي. صافي هنا كيف نوريكم البوطه راها قليله عافيه مهيله، وراه ما سداتش الكوكوط، خلاتها يعني غير محطوطه يعني غير ردات ليها الغطا ديالها وخلاتها. ايوا هذايا بنات وصلنا الشكل النهائي ديالو. شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي معلك وكيجي بنين وراه بسرعه كيوجد. كيف ما قلت لكم حنا درناه في الكوكوط داك النهار كنا زربانين. صافي دغيا دارتو في الكوكوط وراه بالزربه طاب، راه ما كيتعطلش. خيزو راه دغيا كيطيب، بطاطا الحوت راه دغيا تبارك الله راه جا زوين وجا غزال. وجربوا هاد الطريقه، انا ما غاديش تندموا عليها وما غاديش تحشمكم وغادي يجيكم زوين. وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم، والله لا يخطيكم عليا والله يخلي لكم صحيحتكم، والله يخلي لكم هذوك اليديات اللي غادي يخليو ليا اللايك ديالكم واللي غيخليو ليا تعليق زوين في حالكم. وشكرا لكم ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.